وعلشان انا ست مضحيه عملت القهوه بتاعتي في الكنكه البايركس. هوريلكوا دلوقتي انا عامله قهوه جوزي في ايه. بس انا ست بضحي عشان خاطر جوزي، عشان تعرفوا، بس اوعوا حد يقول للحاجه حاجه. المهم، الكيكه القمر اللي انتوا شايفينها دي بقى، عايزه اقول لكم ان انا عاملاها بكيك اكسباير. والله العظيم يا جماعه، علبه كيك اكسباير بقالها 5 شهور. هي اكسباير بالنسبه للشركه، اكسباير بالنسبه للصحه، اكسباير بالنسبه لاي حد، لكن مش اكسباير بالنسبه لي. انا فتحت العلبه زي الفل، لا فيها سوسه ولا فيها اي حاجه، ارميها حرام يا بنت ترميها. عملت بيها الكيكه القمر دي. طب انا بقى مهما وصفت لكم قد ايه الكيك ده حلو وهش وخفيف ومن احلى واطعم الكيكات اللي عملتها في حياتي، مش هتصدقوا. بصوا يا جماعه، هوا فظيعه فظيعه بمعنى الكلمه. بصوا انا مش عارفه امسكها بجد، بتتهرى من كتر ما هي خفيفه وحلوه قوي. طبعا انا قفلت ورحت اجيب القهوه بتاعت جوزي، شفتوا عامله له في الكنكه دي. طبعا دي تضحيه مني، انا مش عامله له في الكنكه الالومنيوم عشان دي قله ادب مثلا، او اعمل ليا في الكنكه الاحسن. ابسولوتلي، ده بس علشان الكنكه الالومنيا بتدي قهوه احلى. فانا قلت اعمل للحاج القهوه الاحلى، اكيد هو يعني محتاج القهوه اكتر مني. فالمهم يا جماعه، واجهوا احزانكم بضحكاتكم وقولوا الحمد لله. انا عايزه اقول لكم ان انا الفتره دي بعدي بشويه يعني ابتلاءات ومصايب ومحن كده. الحمد لله رب العالمين، بنقول الحمد لله. وبجاها زي ما انتم شايفين كده بالكيك الاكسباير، اللي هو يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. مساءكم زي الفل.